أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم طبيب العيلة. موضوعنا النهاردة موضوع مهم، موضوع مرض السرطان. كلمة كلنا بنخاف منها. أي حد مجرد يروح لدكتور أو يستشعر في جسمه بأي حاجة مش طبيعية بيقلق، وبيبقى قلقه جامد جدا، لان دايما بنقول يا ربنا يستر وما يكونش فيه المرض الوحش، لان دايما احنا مقتنعين ان اللي بيجي له المرض الوحش ده بينتشر في الجسم، وطبعا بعد كده ملوش اي علاج نهائي. مرض السرطان يجي الدكتور يقول لك احنا لازم نحلل الورم، لازم نشوف يا ترى ده ورم حميد ولا خبيث. لما بيتقال لنا كلمه حميد طبعا بنحط ايدينا على قلبنا ونقول الحمد لله ده كده هيبقى حميد. يجي الدكتور يقول لك ما احنا برضو لازم نعرف هو ممكن يتحول من حميد لخبيث ولا ممكن يفضل حميد. ايه ده؟ هو يا دكتور ممكن يبقى حميد ومش خبيث وبرغم من كده يتحول؟ طب امتى يتحول؟ هل في اعضاء معينه لو جت فيها اورام الدكتور بيبقى عارف ان هي لو ما اتعالجتش بتتحول الى اورام خبيثه؟ طبعا دي بتبقى بالنسبه لنا مشكله كبيره. طب لو هو حميد ومتوقع ان هو يتحول الى خبيث، ايه الاجراء اللي مفروض ان هو يتبع عشان نقدر نحافظ على انفسنا؟ ما احنا اكيد مش هنسيبه لغايه ما يحصل. النهارده عايزين نقسمها مع بعض، هنتكلم عن السرطانات اللي ممكن تصيب المراه، وايضا السرطانات اللي ممكن تصيب الرجال، والسرطانات او الاورام السرطانيه اللي ممكن تصيب الجنسين، وازاي نقدر نتعامل معاها، وازاي نقدر نكتشفها بدري، وفين المكان اللي لو جه نبقى عارفين ان هو انتشاره سريع زي ما بيتقال، وليهم بيبقى ارساليات كده الدكاتره عارفين ان ده لو جه في المكان الفلاني معروف ان هو هينتقل بسرعه للمكان الثاني، فالدكتور بشكل سريع بيحاول ان هو يعمل تشيك اب على العضو الاخر. خلونا قبل ما ندخل في موضوعنا ونتكلم عن الأورام السرطانية وأيضا العلاجات الحديثة نرحب بضيفي العزيز دكتور ممدوح الشربيني، أستاذ الأورام بالمعهد القومي للأورام. أهلا بحضرتك معانا. أهلا بسيادتك، كل سنة وأنت طيب. وحضرتك بالصحة والسلامة، وتحياتي للسادة مشاهدي ومستمعي قناة نايل لايف نايل فاميلي بقى. نايل فاميلي. انت حضرتك كنت في نايل لايف، انت النهارده معانا في نايل فاميلي. نايل فاميلي مشرفنا، برنامج طبيب العيلة ان شاء الله. مشرفنا يا دكتور. شكرا جزيلا دكتور. يعني مش هقول لك ان الموضوع الاورام ده مش منتشر، ولكن انا بسمعه كتير. بسمع يتقال لك اورام حميده واورام خبيثه. ايه الفرق بين الاثنين؟ وامتى الدكتور يقلق حتى لو لقى ان الورم ورم حميد؟ هو الحقيقة آخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية إن ما بين كل 4 أفراد سوف يصاب فرد منهم بالكانسر أو بالسرطان أثناء حياته، سواء تم تشخيص هذا المرض أو لم يتم. بمعنى ممكن يكون شخص مصاب بنوع معين من سرطان، وليكن سرطان البروستاتا، في سن كبير، وبعد كده يموت من حاجة زي أمراض القلب، زي أمراض رئة، حاجة تانية خالص. يبقى ده آخر تقرير. بالنسبة ورم خبيث وورم حميد، هو ورم يطلق على نتوء أو بروز أو حجم، حاجة معينة لها حجم. فورم حميد هو ما يعتبرش ورم، طالما انه حميد يبقى دي نسيج غير سرطاني. يبقى احنا نقول سرطاني وغير سرطاني. غير سرطاني مثلا مثال الدهنة. الدهنة دي بتيجي لمعظم الناس، وبالتالي الدهنة اللي هو كيس دهن، الكيس الدهني، الكيس الدهني ده من الصعب جدا انه يتحول الى ورم سرطاني. حاجة تانية بالنسبة للإناث، في فايبرو ادينوزيس او تليف، بعض التليفات الاورام التليفيه اللي بتيجي اللي في الرحم او في الثدي. اللي في الثدي، ناخد الثدي اللي في الثدي بسبب تغيرات الهرمونيه في سن البلوغ. في هذه الحاله الفايبرو ادينوز او التليف اللي موجود في هذا السن لا يتحول الى ورم سرطاني على الاطلاق. نعم. نيجي حاجه تانية بالنسبه للرحم. طب معلش بس عند الجزئيه دي حضرتك قلت لي ان الاورام الليفيه اللي هي بتيجي في الثدي او في خلينا في الرحم، الاثنين لانهم بيجوا لسيدات كتير جدا ما بيتحولوش لاورام سرطانيه. تمام. هناك بعض الاشاعات اللي بتقول ان المراه عندما تصل الى مرحله الطمس، انتهى الطمس عندها، ولو حصل ان هي خدت هرمونات
بيتحول هذا الأورام الليفية إلى أورام سرطانية. هل ده حقيقي؟ هو الحقيقة ده فيها جزء بسيط من الحقيقة. أنا عندي سرطان الثدي بينمو من الغدد. ضغط كارسينوما من القنوات اللبنية ومن الغدد. نعم. التليف الأنسجة الخارجية. فبالتالي التليف بعيد عن مكان تحول الغدد إلى ورم سرطاني. نعم. دي جزئية. الجزئية الثانية، من فترة طويلة كان حبوب منع الحمل أو أقراص منع الحمل كانت بتحتوي على نسبة كبيرة من الاستروجين، هرمون الاستروجين. في الوقت الحالي هذه النسبة بسيطة جدا. بقت في يعني أنواع آمنة أنواع آمنة آمنة جدا جدا، والتأثير السلبي يكاد يكون معدوم. فدي مسألة بس برضو كثرة تعاطيها هو احنا غلط. بنعتبرها معامل خطورة. بالظبط. يعني في التاريخ المرضي لو قلنا أسباب السرطان 10، وليكن مثلا سرطان الثدي، الوراثة مثلا مش ملزمة. يعني مش بالضرورة يكون فيه وراثة إطلاقا. اوكي. لا، أقصد لو فيه عامل وراثي يعني ممكن ماشي بيبقى مشكوك فيها، بس لا بس يجي للناس نقطة بس توضيحية. يعني في شخص ما رايح يخطب بنت، يقولوا له ده مامتها عندها ورم سرطاني في الثدي وحاجات كده. لا 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 أبدا إطلاقا. ليس بالضرورة إنها تصاب. هي تبقى عندها معامل خطورة. لو قلنا أسباب السرطان 10، هيبقى عندها 3 نقط، لكن بقية ال7 مش موجودين، يبقى مش بالضرورة يجي لها. فدي نقطة مهمة جدا في التاريخ العائلي والتعرض للهرمونات. نعم. عندي بالنسبة للرحم، التليف الرحم استحالة إنه يتحول إلى ورم سرطاني. وعندما يحدث التليف في الرحم غالبا كلما تقدم السن وهرمون الاستروجين بيقل، في هذه الحالة الورم المفروض انه بيضمر. وليس هناك مبرر للتدخل الا اذا كان في هناك مشكلة معينة. نعم. بيسبب نزيف كتير اثناء الدورة، الورم كبير داخل تجويف البطن او مكانه غلط، او مكانه، لان ده بعيد عن بطانة الرحم، ليس له علاقة ببطانة الرحم اللي هي ممكن تسبب نوع معين من السرطان. وفي نفس الوقت مش من الخلية، مش من العضلة اللي مكونة لجدار الرحم. نعم. فبالتالي دي حاجة غير التانية. نعم. طيب نستكمل مع بعض. طبعا. حضرتك يعني كده قلت لي ان الاورام اللي هي الحميدة او اللي هي غير سرطانية بتبقى مش هتتحول، فانتوا بتبقوا محددة، بس برضو بتحللوها للتأكيد. وطبعا ولا بيبقى هي شكلها باين ولا بتعرفوها ازاي؟ هو طبعا فيه في الفحص الإكلينيكي باخد تاريخ مرضي منه السن، بنقول دي موجودة من بقالها فترة ايه وظهرت بعد البلوغ ولا لا. بسأل سؤال تاني، هل هذه التكتلات او الكتل مصحوبة بإفرازات من حلمة الثدي ولا لا؟ وهذه الإفرازات إفرازات عادية، قد يكون معاها التهاب في القنوات اللبنية، يبقى دي ما لا تمثل خطورة بالنسبة لي. لكن لو لقيت إفرازات مدممة يبقى دي تمثل معامل خطورة بالنسبة لي، أبحث أكتر. لقيت هناك تقرحات في حلمة الثدي يبقى ده معامل خطورة يستدعي عمل فحوصات أكثر عمقا. هذه الفحوصات ممكن أوصل أن أنا أعمل رنين مغناطيسي على الثدي، ممكن أعمل عينة من بالضغطة والسائل اللي طلع مع الضغطة بعمل له تحليل خلوي. وإذا لقيت بعد الرنين المغناطيسي أو الماموجرام مسائل أو حاجة أشك فيها باخد منها عينة بإبرة قطع. طيب دكتور، خلينا معلش ننوه مشاهدينا الكرام، احنا بنتلقى كل الاتصالات والتساؤلات اللي هيتم طرحها من خلالكم، ولكن فيما يتعلق بموضوع الأورام السرطانية أو الغير سرطانية في كافة أنحاء الجسم، وهنحاول ان احنا النهاردة نجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بهذا الموضوع. سيدي الفاضل، من قيمة كام شهر كده طلعت ممثلة مشهورة قوي أجنبية، عملت تحاليل وقالت لك إن ممكن نعرف أنا هيجيلي سرطان ولا لأ عشان خالتي ومامتي عندهم، وبناء عليه شالت الثدي أمانا ليها من إن هي تصاب بالأورام السرطانية. أنا يمكن ابتديت معاك بالسؤال ده طبعا. لأن دايما أنا مقتنعة إن الوقاية خير
من العلاج، ده وبالاخص ان في اورام سرطانيه لا تظهر في الاساس الا بعد بقى اما بيكون الموضوع ايه دخل في الجد بحق ربنا يعني. هل فعلا احنا لو عملنا التحليل اللي هي عملته دلوقتي على جسمنا كده هقدر اعرف انا ممكن انهي جزء في جسمي يحصل فيه بعد الشر طبعا عليه، ولا هو الثدي بس اللي بيبان؟ هو الحقيقة طبعا هذه الممثلة هي انجلينا جولي. بالظبط كده. طبعا في فحوصات أكثر دقة، المفروض أنا عندي تشخيص مبكر، وبالتشخيص المبكر انعكاساته على العلاج إيجابية، وتبقى نسبة النجاح عالية جدا، ونسبة الشفاء تصل في بعض الحالات إلى من 90 إلى 100%. بيخفوا خالص؟ بيخفوا خالص، ده لو تشخيص مبكر. طب انا هقطع كلامك عشان معانا في نفس الموضوع بتاعنا نوره اهي بتكلمنا. نوره من الجيزه، استاذه نوره. ايوه مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ ربنا يخليك. كل سنه وانتي طيبه حبيبتي، اتفضلي. وحضرتك طيبه وبخير. تسلمي. انا عايزه اسال بس الدكتور، يعني انا انسه عندي 38 سنه. انا عملت جراحه يعني يوم 2 يناير، استئصلت ورم حميد من الثدي، بس هو بعد الجراحه على طول ظهرت كتله كبيره. يعني بقى وانا في وقت يعني كنت بفوق من البنج، فما سالت الدكتور قال لي ده شيء طبيعي وانها هتروح يعني. بس بعدها بكام يوم الكتله الكبيره ابتدت تختفي وظهرت يعني ايه زي فص كده بعد كام يوم ايام من الجراحه يعني. فسالت الدكتور قال لي ده شيء طبيعي وان هي هتروح من 3 ل 6 شهور، ودلوقتي عدى حوالي شهرين والفص ده زي ما هو يعني. بس انا عايزه اسال، هو شكله بيشبه الورم جدا، لكن هو يعني الدكتور بيأكد لي ان هو 99% هيروح، في حين انه عدى شهرين ما راحش. انا سؤالي هل ده ممكن يكون جزء من الورم نفسه ولا ده طبيعي بيحصل؟ واعمل سونار دلوقتي ولا 38 سنه وانسه. افرازات من حلمة الثدي. ايه؟ مفيش افرازات من حلمة الثدي. الدكتور عايز يسالك اسئله يا استاذه نوره. يا استاذه نوره. ايوه حضرتك اتفضلي. لا هو ما فيهوش، لا ما فيش اي افرازات، وانا اصلا خدت عينه من الورم. يا استاذه نوره خدت عينه. اتفضل مع حضرتك. هل هناك افرازات من حلمة الثدي؟ لا خالص. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا خدت عينه. هو طبعا ده نشاط المبيض. نوره، طب انت في حاجه عايزه تقوليها قبل ما الدكتور يجاوبك؟ انا عايزه اقول له ان انا خدت عينه من الورم قبل ما يتشال، وحللته برده بعد ما يتشال وكان حميد. طب الحمد لله حبيبتي. الحمد لله. خلاص ماشي، تابعينا يا نوره، والدكتور دلوقتي هيقول لك بالظبط الحلقه ايه، وباذن الله خير يا رب. هو الحقيقه في مثل هذا السن هذه الكتله او الورم الحميد له علاقه بالتغيرات الهرمونيه، خصوصا عنصر الاستروجين. دي نقطه. النقطه الثانيه هي ده ممكن تشخيصه اكلينيكيا وتشخيصه بالاشعه، وهي عملت خطوه اكثر تقدما وهي اخذ عينه. طالما اخذنا عينه وتحللت باثولوجي وطلعت ورم حميد، يبقى ليس هناك مبرر لاستئصال اجزاء اخرى من الثدي. بنتابع فقط باشعه تلفزيونيه، واذا اضطرينا يبقى رنين مغناطيسي، لان احاول ابعد عن الماموجرام، لان الماموجرام تكراره غلط. يمثل معامل خطوره وكثره التعرض للاشعاع غير مطلوبه. لكن يعني حضرتك دلوقتي تنصحها بان هي يبقى تطمن ومجرد بس متابعه دوريه. متابعه دوريه مش كل 6 اشهر ولا ازيد ولا كل سنه؟ 6 شهور كافي قوي. كل 6 اشهر. 6 شهور سونار وفحص اكلينيكي. وكده وكده انت بتقولي فات شهرين، هو قال لك من 3 لسنه، يعني على ما اعتقد، ما اعرفش الدكتور هيوافقني ولا ايه، بعد 6 اشهر نسيبها وسط يعني. وحتى لو ظهر كتله اخرى ما تقلقش. ما تقلقش، يعني كده حضرتك بتطمنها نهائي بقى. طبعا. طيب خلينا نعود مرجعنا مره اخرى عن هذا التحليل، لان تمام. يعني كلنا سالنا عليه. تمام. ومعلش هسالك سؤال اخير، هل ده موجود عندنا هنا في مصر التقنيه دي؟ انا موجود متحالي تمام. ان انا لو عايزه اعرف هعرفها هنا تمام. ولا لازم اسافر بره؟ هو الحقيقه هي عملت حاجه اسمها براكا 1 ايه ده بقى؟ وبراكا تيست. ده نوع معين من الفحص الجيني على الانسجه. براكا 1 براكا 2. براكا 1 لو موجب او بوزيتيف بيبقى احسن من البراكا 2. ده الفحص ده موجود في مصر حاليا. هذا الفحص متقدم جدا، ودايما بنقول ان فيه في الطب ادراك علاقات. يعني لو طلع موجب خصوصا البي، بنقول كيب ان اي، يعني عينك على هذه السيده. ولكن احنا بنطمن
الناس ان نسبة بسيطة جدا من اللي بوزيتيف اللي هو بيتحول الى كانسر. هذه النسبة ما توصلش، يعني ممكن من 1 إلى 3% جميل. اللي تتحول. اه يبقى أنا ما يصحش علميا إن أنا أعمل استئصال ل100 حالة في مقابل إن أنا هحافظ أو أنتقي 3 حالات كان هيجي لهم. ده علميا غير صحيح. لكن في ضوء المتابعات الحديثة بالنسبة للفحص الإكلينيكي والأشعة المتطورة، يبقى أنا أفضل الفحص الإكلينيكي نعم. والأشعة، ما أفضلش الاستئصال. لكن طبعا هذا الفحص له مهم جدا في حاجة، لو في تاريخ عائلي. التاريخ العائلي ده يعني أنا ما بطلبوش من كل الحالات لو في تاريخ عائلي. النقطة الثانية في إدراك علاقات ما بين، يعني عندي الثدي، مريضة الكانسر أو سرطان الثدي بتبقى أكثر عرضة لسرطان المبيض مثلا، والعكس. يبقى إذن في هذه الحالة أنا حالة سرطان ثدي يبقى على التوازي متابعة للمبيض، دي جزئية. الجزئية الثانية هناك بعض الفحوصات بتقول إن في علاقة ما بين أورام الغدة الدرقية وأورام مثلا الثدي، يبقى دي بنقول عليها إدراك علاقات. البراكة 1 والبراكة 2 بتمثل معامل خطورة لكن ليست حتمية. بس مش بالضرورة إن يحصل. الإصابة ليست حتمية. الإصابة تبقى حتمية، يعني هننقل بقى الحاجة الإصابة فيها حتمية اللي هي إيه؟ بنقول عليها لينش فاميلي سندروم. لينش سندروم ده نوع من أنواع سرطانات القولون. لا خلينا نقف بقى عند طيب سرطانات القولون معلش. طيب. عشان معانا أستاذة عزة من القاهرة. أستاذة عزة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ أهلا بيكي يا قلبي، اتفضلي. بقول لحضرتك بس هكلم الدكتور لو سمحت. معاكي يا حبيبتي، اتفضلي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اتفضلي. لا يا دكتور بعد اذنك، بس انا عندي كيس دهني. رحت للدكتور مسالك مكانه. عملت رحت للدكتور مسالك اكتشفت يعني ان في كيس دهني لما عملت اشعه تلفزيونيه للكيس الدهني ده 2 سم ونص. مكانه هو في الجنب اليمين. هو حضرتك في الجنب اليمين على الكلى فيه غده يا دكتور، على الكلى. تمام. هو في الغده دي. تمام. فانا دلوقتي مش عارفه الكيس ده حميم ولا كيس، هعرفه ازاي؟ في تحاليل، في نوع تحليل ممكن اعمله؟ حاضر. او حضرتك اتوجه لاي دكتور يعني، ولا لازم دكتور المسالك؟ طيب عايز تسال حاجه يا دكتور؟ السن؟ نعم. عندك كام سنه؟ انا عندي 61. في حرقان في البول، في دم في البول؟ لا حضرتك في لا ضغط خالص. ضغط عالي ولا؟ لا ما عنديش ضغط ولا حاجه، عندي كولون بس وكنت عندي انزلاق غضروفي في نفس الجنب اليمين برضه. فانا دايما بشعر بألم يا دكتور، بس عايز اعرف هل الكلى دي والجنب اللي يعني الكلى دي والغده بتبقى في الجنب اليمين تحت خالص ولا فوق تحت حاضر من عينينا. حاضر يا استاذه عزه، هنرد عليكي حالا والدكتور هيطمنك. عينينا حبيبتي. استاذ عزه، هو غالبا دي انجيو مايولايبوما، نوع من التجمعات الدهنيه عند الغده فوق الكلويه في نهايه الكليه من فوق القطب الاعلى للكليه. الانجيومايولايبوما دي مش ورم سرطاني، خصوصا احنا سالنا سؤال مفيش ضغط، مفيش اي مشاكل بالنسبه للبول، مفيش حرقان في البول، مفيش دم في البول خلاص. يبقى كده خرجنا من نطاق الاورام. اشعه الرنين المغناطيسي بتحدد حجم معين وتركيبه معينه تقول هذا الورم غير سرطاني ولا. يبقى المساله ممكن تتحسم عن طريق اشعه الرنين المغناطيسي، وفي معظم الحالات ليست هناك حاجه للاستئصال. طيب دكتور، واحنا بنتكلم عن السرطانات النسائيه، ايه اشرس الاورام اللي بتيجي للنساء؟ يعني فين المبيض ولا الرحم ولا فين اكتر حاجه انتوا بتخافوا منها وشايفين ان هي فعلا منتشره جدا؟ هو سرطان المبيض فيه مشكله انه بيجي في السن الصغيره. النقطه الثانيه عشان ده جيني صح ولا له علاقه بالبراكه برضه 1 والبراكه 2. سرطان الرحم بما انه في منطقه الحوض، منطقه واسعه طبعا، بنقول عليها كابيشس او منطقه متسعه، فبالتالي الاعراض هذا المرض لا تظهر الا في مرحله متقدمه.
يعني السيده ما بتشعرش بالام ولا اي حاجه خالص نادرا ولا تغيرات؟ نادرا الا اذا كان الورم كبر وحصل وفي تكيس، وحصل تكيس حصل نزف في هذا التكيس داخله، او الورم حصل فيه تويست او اللفه دي ممكن تسبب الم ما يشبه الزايده. ما عدا ذلك يظل الورم ينمو ويترعرع، ممكن لحد ما يوصل انه يعمل استسقاء او يعمل ميه في البطن او يعمل انسداد معوي. ده كده بيدخل في مرحله كبيره. ادي مشكله سرطان المبيض. سرطان المبيض ممكن يكون سرطان اولي منشأه من المبيض، وممكن يكون انتشار من مكان اخر زي الثدي، زي سرطان الثدي. علشان كده دي الارساليات بقى اللي انتوا بتخافوا منها. ايوه عشان كده لما هناك ادراك علاقات سرطان الثدي يبقى عيني على المبيض، عيني على حاجات كتير، بس الاولويه للمبيض. طبعا ده اللي بيبقى انتوا عارفين ان هو بيبقى الارساليه مباشره ليه، فبتحاولوا ان انتوا تطمنوا اكتر. طيب خلينا ناخد استاذه عبير من القاهره. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش ممكن اسال الدكتور؟ انا عندي يا دكتور تكيسات في صدري وبعد كده اتحولت بقت اورام ليفيه. نعم. وكنت عايزه اعرف، انا كنت قبل كده شايله كيس دهني تحت باطي. ما اعرفش هل دوت ليه علاقه بده؟ طب السن، الدكتور عايز يعرف سنك. انا سني 51 سنه. 50 سنه. الدوره الشهريه ما زالت مستمره؟ هي ساعات بتيجي وساعات يعني مش مستمره، هي شويه بتيجي يعني وشويه بتقطع. تمام. وكنت معلش عايزه اعرف حضرتك، معلش سؤال ثاني، انا عندي غده قالوا لي فيها نتوء برضو، هي كانت 9 مللي وبعد كده 1.5 سنتي. تمام. كنت عايزه اعرف دي ليها علاقه بدي؟ سؤال: ليس هناك افرازات من حلمه الثدي ولا تقرحات في الحلمه؟ لا، هو ساعات بتجيلي حساسيه جامده قوي، بيبقى صدري يعني بيوجعني، وساعات بيبقى فيه لبن كتير. لبن. وانا ما برضعش ولا اي حاجه. لا، ده بيجي مع الضغطه ولا يجي من غير ضغط؟ لا، من غير حاجه. بينزل لوحده، صح تقصدي؟ لوحده. طب اي اثناء الرضاعه او الحمل اللي فات هل كان هناك التهاب او خراريج في الثدي؟ هو انا حضرتك انا ما خلفتش اصلا. تمام. يعني انا اتجوزت وطلقت على طول، ما عنديش عيال. تمام. ربنا يرزقك بكل خير والعافيه. كنت عايزه بس اعرف هل هو ممكن يقلب معايا بسرطانهم؟ انا بتابع على طول تمام في معهد الاورام وكده، بس تمام. هو دلوقتي بيقول لي ممكن اللي الغده تقلب، هل هي ممكن تقلب فعلا؟ تمام. طب انت عندك تاريخ يعني حد في العيله برضه؟ مين يا حبيبتي؟ مين؟ عندي عمتي ميته وهي عندها سرطان في الرئه، وحاليا عند ابن اخويا عنده يعني كان في المخ وبيمشي يعني. المخ والرئه دول اللي موجودين يعتبروا في الاقارب قوي عندك. هنرد عليها في هنرد من عينينا. طيب يا استاذه عبير هنرد عليكي حالا وباذن الله خير، ما تقلقيش، يا ربنا موجود وخير. دكتور، هي بتقول لك دلوقتي ان عندها كانت تكيسات في الصدر وتحولت لاورام ليفيه. تمام. وهي طبعا عايزه تطمن لانها قلقانه، وقالت لك عندها مش عارفه الغده برضو، وعندها قرايبها وخلتها اللي ماتت من سرطان المخ، وابن اخوها عنده في الرئه. يعني هي جبت لنا مكانين وعايزين طيب نعرف برضو. يعني هناخدهم خطوه خطوه. هناخدهم واحده بالظبط. اولا الدهنه اللي تحت الابط ليس لها علاقه بسرطان الثدي، او ليس لها علاقه بالتليف اللي موجود في الثدي. نعم. يبقى فصلنا دي كده احنا الحمد لله اطمنا في الحته دي. تاريخ المفروض تاريخ عائلي يقصد به اقارب الدرجه الاولى، اللي هي الام او الاخت او العمه او الخاله. ماشي. ما دي الخاله هم عندهم سرطانات اخرى غير سرطان الثدي. بالظبط. يبقى ده لا يمثل معامل خطوره لسرطان الثدي. خرجنا الجزء كده، خرجنا منها. اوكي. تمام. عندها تليف في الثدي، التليف ممكن يتحول الى تكيس، وده برضو لا يمثل مشكله بالنسبه لي. نعم. المشكله تتحسن بالفحص الاكلينيكي وبعمل اشعه سونار ثم اشعه ماموجرام. الماموجرام بيحدد معامل الخطوره اذا كان هناك تكلسات، ويستطيع ان يجزم هل هذا ورم سرطاني من عدمه. يبقى دي جزئيه. الجزئيه الثالثه، الافرازات من حلمه الثدي قد تكون زياده في افراز هرمون البرولاكتين بسبب تضخم الغده النخاميه. نعم. يبقى خرجنا من الثدي.
او قد يكون التهاب في الغدد اللبنيه، وده ما حصلش لازم تعمل لانها تحليل هرمونات، يعني تعرف هرموناتها ايه هرمون برضه. البرولاكتين. بالظبط. يبقى دي عليها ان تقوم باجراء هرمون البرولاكتين، التحليل بتاع هرمون البرولاكتين. وبما انها لا حمل ولا رضاعه، بالظبط. يبقى مساله التهابات الغدد اللبنيه دي مش موجوده. يبقى المساله محسومه باشعه الماموجرام وعمل تحليل هرمون برولاكتين بس. خلينا نقول ان احنا نفضل انك استاذ عبير نروح لدكتور نسا يعمل لها تحاليل الهرمونات، صح كده؟ هي بتقول ان لها متابعه في معهد الاورام. هي بقى بتروح او هناك هم قولي لهم ان انت عايزه تعملي بالظبط. التحاليل يعني لازم تشوفي هرموناتك. هو انا مش عارفه الكلام ده صح ولا غلط، بس دايما المراه مفروض ان هي تطمن على معدل الهرمونات بتاعتها مهما كبرت. هي ولا لو ايه؟ قالت لهم ان في افرازات من حلمه الثدي لازم هيعملوها دايركت هيعمل لها هرمون صح؟ البرولاكتين. بس ما تقلقش. طيب يعني انت حضرتك دلوقتي بتأمنها ان مش معنى ان كان عندهم عاملين يعني من الاورام السرطانيه ان لازم يا حبيبتي هي لا تتصاب. لا ليس يعني لهم علاقه. صح كده؟ بالثدي. دكتور، طيب نعود مرجانة مرة أخرى إلى سرطانات المبيض. لما بيجي سرطان في المبيض وبتجيلك المريضة، وطبعا أكيد بيبقى في خطوات بتتبع عشان تقدروا تشوفوا الحالة والمرحلة والانتشار، بتعملوا إيه؟ يعني عايزين نعرف الإجراءات. هو بنبدأ بالتشخيص. بنبدأ وطبعا طب هي بتجيلك حاسة بإيه؟ لأن ده سؤال أي ست بتسأله. امتلاء في البطن، ألم أو امتلاء في البطن. ألم لا يستجيب للمسكنات العادية، وممكن امتلاء في البطن، وفي بعض الحالات المتقدمة ممكن توصل انسداد معوي، لأن كتل الورم تمثل عقدة بين فصوص الأمعاء، فبتقوم تقلل الحركة الدودية، الحركة وعكسها. بنقول بريستالسيس وانت بريستالسيس، الحركة الدودية، لأن الأمعاء بتعتمد على الحركة الدودية. نعم. فوجود عقد الغدد الليمفاوية أو عقد الورم ديت ممكن تعمل انسداد معه، وممكن فصين لازقين في بعض يجي الفص الثالث يعمل عقدة من جوه. فإذا ممكن يبقى ألم بسيط، وممكن يبقى امتلاء في البطن بسبب وجود الاستسقاء أو المية، وممكن يوصل إن هو يبقى انسداد معوي. التشخيص كلما كان مبكر كلما كانت طبعا نتيجة الجراحة مضمونة، لأن البريست الأوفري أو المبيض من الحاجات اللي هي استجابتها عالية جدا للعلاج، وتكاد تكون النتيجة بإذن الله مضمونة بالنسبة للجراحة، خصوصا في المراحل المبكرة. ده ممكن نكتشفه مبكر، يعني مش بالضرورة ان يكتشفوه في مرحلة متأخرة. ما هو أنا عندي فيه نقطة. هو أنا يعني الشخص العادي سواء إذا كان رجل أو أنثى على الأقل فيه فحص سونار سنوي. يعني نحن لا نشتكي من أي شيء. ما نعملش احنا كده يا دكتور، ما نعملش احنا كده خالص، لا. انت عارف احنا بنروح لما نتعب، بنهرب. بالظبط. او احنا يعني عندنا ثقافة انا مش عايزة اكتشف الحقيقة، لما يبقى يجي أيوة ربنا بإذن الله هيقف جنبي ويعني ده مبدأنا، يعني توكل على الله. ما تفولش يعني على نفسك. بالظبط احنا كلنا. هو الصح سونار سنوي، بس هو كلامك العلمي. سونار سنوي. بفحص الكبد يكون فيه بؤر، خصوصا لو كان فيه فيروس سي. دي برضه مرضى فيروس سي لازم فيروس سي. ايوه بالظبط. لو مريض فيروس سي المفروض سونار كل 6 شهور. لكن انا بعمل سونار سنوي، اشوف فيه دهون على الكبد، في حصوات في المراره، يا ترى المبيضين شكلهم ايه، وبالمره بتدخل على الرحم والمثانه. طبعا. فالسونار مساله مهمه جدا، بنقول عليه الارم او عامل انذار. والست بعد سن ال40 لازم تطمن. بالزبط. انا بسمع ان بيبقى فيه قابليه اكتر لامراض كتير جدا، بتبقى عرضه لحاجات كتير. بالظبط. يعني فلازم ان هي تبقى مطمنه. تمام. صح. طيب دكتور، بسمع عن حاجه اسمها سرطان المهبل. تمام. يعني هو ده منتشر؟ السيده بتعرفه ازاي؟ تمام. ايه اخباره ده؟ يعني ان مش كتير يعني بسمعه بصراحه. نبدا بالمهبل ولا نبدا بعنق الرحم؟ طب لا، خلينا عنق الرحم لان بيحصل كتير فيه الصراحه. هو طبعا سرطان عنق الرحم برضه. طب قبل ما ندخل في كلامنا، ايه رايك ناخد استاذه رضا عشان نعرف نتكلم بمزاجنا؟ معانا استاذه رضا من الفيوم. اهلا وسهلا يا حبيبتي. اهلا بيكي يا قلبي. كل سنه وانتم طيبين. وانتي طيبه حبيبتي. انا عايزه اسال، بس اتابع مع الدكتور، اساله سؤالين كده. اتفضلي طبعا معاكي. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين.
وانتم طيبين والصحة والسلامة، يدعو لكم الأيام بخير. اتفضلي. أنا أختي كانت عيانة برضو، كان عندها ورم في المعدة. ايوه. ماشي في الاثنى عشر. تمام. فالدكتور حدد لها وقال لها لازم تعملي عملية، فطبعا كنا اتأخرنا وكده. كان محدد مبلغ جامد، فربنا ما كانش ميسر الأمور. على ما حددت العملية عدى بتاع شهرين. ربنا يرحمها. الله يرحمها ويسامحها. الله يرحمها ويسامحها. اتوفت. فده تأثير مننا عشان اتأخرنا على العملية. هو الدكتور قال لازم تتعمل النهارده قبل بكره. يبقى كانت في حاله متاخره. بس لا هو بالعكس، ده هو يعني نقدر نقول ان ربنا قدر ولطف. بالظبط. طبعا العمر واحد والرب واحد، فالعمليه ما كانتش هتطول عمرها. بالعكس ده هي. طيب احنا هنوضح لك موضوع اخت حضرتك. طب قولي لي السؤال الثاني عشان نرد عليكي مره واحده. هو نفس السؤال ده، بس احنا مأنبين نفسنا ان احنا ما استعجلناش في العمليه. يعني انت عايزه تعرفي هل انتوا كنتوا السبب ولا يعني دي من عند ربنا ان هي كان هيحصل يحصل. طيب. يعني تمام. هي دخلت العمليات وجالها هبوط حاد في الدوره الدمويه، بس بعد فتره طبعا. نرد على يعني من عينينا حاضر. ما هو ده طلع سؤال على الاثنين يعني. طبعا. من عينينا حاضر يا استاذه رضا، هنرد عليكي. ولكن عمر ما كان في حد سبب في موت حد. دايما كلها اقدار ربنا مكتوبه. يعني احنا بنبقى وسائل لحدوث امر كتبه الله علينا، فبلاش نحط في دماغنا ان احنا سبب. وواضح ان طبعا سرطان المعده برضو فيه مشكله، انه بيكتشف في مرحله متقدمه جدا. انا بلاحظ زي ايوه، كله يقول لك مرحله متقدمه. يعني ما عرفوش ازاي عندي المعده ده. عضو يحتوي على تجويف كبير ويسع كميه كبيره جدا، فبالتالي المفروض لما يكون في شكوى سوء هضم، في امساك، في قيء بدون سبب، في حموضه زايده او الم لا يستجيب للعلاج، افضل في هذه الحاله ان انا اعمل منظار معده ومريء في مرحله مبكره. هيبين لو في حاجه في جدار المعده، لو في قرحه سرطانيه او غير سرطانيه هتتضح، لو في ورم قافل فتحه البواب اللي هي الفتحه بوابه الفؤاد. في فتحه الفؤاد اللي هي ما بين المريء والمعده، وفتحه البواب اللي هي ما بين المعده وبدايه الاثنى عشر. نعم. القفله فتحه البواب تدي قيء وتدي امتلاء سريع. وده بيبقى حظ المريض انه يحصل المرض هنا، لان اكتشافه هيبقى مبكر اكتر. فاذا المفروض كنوع من الثقافه الصحيه ان انا ابقى في هذه الحالات التي لا تستجيب للعلاج المفروض يبقى فيه منظار مبكر. وبما انها اكتشفت في مرحله مبكره، طبعا سرطان المعده من المراحل في المرحله المتقدمه مش حلو. نسبه كبيره جدا بيبقى فيه انتشار في الغشاء البريتوني، استجابته للعلاج في هذه المرحله بتبقى ضعيفه. نسبه كبيره جدا ممكن يفتح ويقفل ولا يتم الاستئصال. بيبقى صعب. فاحنا مش صح؟ ليست هناك اي شخص مذنب في الحاله. طب دكتور، العلاجات الحديثه ما قدرتش ان هي تعالج هذه المشكله، يعني الاورام اللي بتوجد في المعده؟ يعني احنا كل يوم في تقدم. تمام. طبعا. هو طبعا بنقول فيه جايد لاينز او في ارشادات طبيه دوليه تتبناها جهات دوليه متفق عليها. نعم. من هذه الارشادات لو تم تشخيص سرطان المعده بالمنظار وعينه وتم عمل اشعاعات وتبين ان ليس هناك انتشار خارج المعده، يبقى الاستئصال الجراحي هو اسلم حل. نفترض وجد ان الورم في مرحله متقدمه وفي انتشار، ممكن اخذ علاج كيماوي، جلسات العلاج الكيماوي والموجه ما قبل الجراحه. الورم بيصغر وممكن الانتشار في الغدد الليمفاويه يقل، وفي هذه الحاله ايضا تستأصلوا الغدد الليمفاويه يتم الاستئصال المعده والغدد الليمفاويه مع اخذ علاج ما بعد الجراحه، وهو علاج اشعاعي وممكن علاج كيماوي وعلاج موجه حسب المرحله. بتقدروا توقفوا الحاله على ما هي عليه، يعني ما بنساعدش على ان الموضوع ينتشر اكتر. على الاقل يبقى كنترول. بنحد منه. طيب خلينا ناخد استاذه ناهد من قنا. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك. هو هسألك سؤالين والله. اتفضل. معلش، انا عندي 49 سنه. تمام. وشلت الرحم من حوالي 6 سنين.
طب استئصال الرحم لأي سبب؟ لنزيف ولا لأي سبب؟ كان عندي لوفة. لوفة. وشلت استئصال الرحم بس. مهم جدا نسأل سؤال، هل تم عمل تحليل نسيجي، فحص نسيجي باثولوجي ولا طب ما قالوا لك تمش؟ ايه لما عملوا؟ لا، هو كان يسبب لي نزيف، وانا عملت العمليه استئصال الرحم بس. ما كانش وتحلل. عندها حللتيه؟ عايز افهم يعني بعد ما عملت العمليه في ضرر علي يعني ولا لا؟ استئصال الرحم اتحلل الورق اللي اتشال، الرحم اللي تم استئصاله اتحلل؟ اتحلل وجابوا لي فيه بوكوس ده الزيادة معاه، وقالوا لي بعد سنه تحللي تاني، ما حللتش يعني. التليف. تمام. والسؤال الثاني، اختي كل ما تروح لدكتور يقولوا لها الرحم متضخم. كل ما تروح اختها الدكتور يقولوا لها الرحم متضخم بعد ما اتشال؟ لا هي اختها بقى، اختها ايوه تمام. كل ما تروح لدكتور لا ما يقول لها انت الرحم عندك متضخم. صح كده؟ انت عايزه تعرفي السبب ايه؟ سنها كام سنه؟ عندها 35 سنه. 35 سنه ومعاها عيال وبتخلف يعني، بس تمام. دلوقتي ما خلفتش تاني بعدين. تمام. هي بتخلف بس اللي بقى لها مده ما خلفتش، صح كده؟ بس حضرتك عايزك تقول لي يعني بيتعب الجسم شلان الرحم، عشان جسمي كله وجعني على طول يعني. هل في نزيف غير ايام الدوره الشهريه؟ بيجيها. ايوه بيجي لها نزيف. سهله. من عينينا. حاضر هنرد عليكي حالا. سؤالي انا والله رد عليا. لا هنرد والله عليكي عيني. حاضر. من عينيا. حاضر دكتور. هي عايزه تطمن على موضوع الرحم عندها، هي استأصلتها من 6 سنين، واللي عندهم اورام ليفيه يستأصلوا الرحم. مش احنا قلنا ان الاورام الليفيه يعني ده اختيار بيبقى صعب وفي اضيق الحدود. ده لما يعني يكون بقى نزيف جامد بقى وتعبانه، فخلاص بتعمل ده. لكن يعني المفروض في اضيق الحدود بالظبط يعني، لان هي في سن متقدمه غالبا هيحصل ضمور بعد فتره. نكمل. هي بالنسبه لها تم استئصال الرحم، غالبا بيتم الاستئصال غير كامل، بيسيب عنق الرحم. عنق الرحم عشان يسند المثانه وعشان ما يعملش مشاكل في التبول، يمسك عنق المثانه. فهي المفروض لها متابعه دوريه سنويه لفحص عنق الرحم سنوي. عنق الرحم يتفحص سنوي. دي بالنسبه للاستاذه اللي تم استئصال الرحم. استاذه ناهد اللي عملها استئصال من 6 سنين للرحم. تمام. بالنسبه بقى اختها، بالنسبه لاختها هي بتحمل عادي. تمام. بس عندها تضخم. مساله تضخم في الرحم، المفروض ان انا بعمل اشعه سونار. ممكن سونار من عند منطقه الحوض من فوق، او سونار داخلي عن طريق المهبل، سونار مهبلي بيحدد بطانه الرحم. لو بطانه الرحم سميكه يبقى في هذه الحالة معناها ان الغدد المبطنة للغشاء المخاطي للرحم كبيرة او النمو بتاعها زايد. في هذه الحالة المفروض انه بيعمل كحت وعينة. بياخد كحتة من جدار الرحم عشان ويحللها، يقول هل هذه الغدد نمو طبيعي ولا نشاط زايد ولا هي حاجة تانية خالص. يبقى التشخيص عن طريق كحت وعينة، والمسألة سهلة جدا. لو كحت وقال ان الغدد دي بتشاور نفسها تزيد، يبقى لها علاج هرموني يوقف نشاطها. لو قال انها فيها نمو غير طبيعي، يبقى في هذه الحالة بيعمل استئصال كامل ويدي علاج ويرجع تاني يتابع. لو في نمو زيادة ممكن تصل لاستئصال الرحم. وما تستعجلش، يعني تروح على الدكتور، ولكن ما تقلقوش، خير يعني. تمام. ما فيش قلق. تمام. طيب احنا كنا بنتكلم عن الاورام اللي ممكن تيجي في المعده، وعارفه ان في ناس كتير جدا بتشتكي من موضوع المعده والقولون والارتجاع. دي خليني اقول لكم ان هي مشكله العصر بتاعنا دلوقتي. انا ما بلاقيش طفل ولا راجل ولا ست الا لما بيشتكوا من معدتهم. احنا معانا الاتصال دلوقتي استاذه علا من البحيره. استاذه علا، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ازي حضرتك؟ اتفضلي. اكلم الدكتور لو سمحت. الدكتور معاكي يا فندم، اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ اتفضلي. بعد اذن حضرتك يا دكتور، انا عندي ابني عنده دلوقتي 19 سنه، ليه 4 سنين معاه قولون تقرحي. كانت الهجمات منتظمه. 19 سنه. 19 سنه هو حاليا قولون تقرحي. تمام. جاي له من 15 يا دكتور. تمام. فهو يا دكتور الهجمات كانت منتظمه، بس الولد راح جامعه بعيده والجامعه صعبه والكلام ده، فمجرد ما يتعرض للضغوط والكلام ده يا دكتور الهجمات بقت كتير. نعم.
تمام. الهجمات اللي هي الدم اللي هي المخاط المتمم، والهجمات دي بقت كتيره، بيرجع للكورتيزون بتركيز عالي الكلام ده. هل يا دكتور يعني انا عايزه اطمن وخايفه، لان انا اعرف ان لا قدر الله القولون التقرحي ممكن لا قدر الله يتحول لحاجه وحشه. ايه نسبه تحوله وايه، وهل لا قدر الله انا يعني اتابع بالمنظار لازم كل قد ايه، واطمن ازاي ان المسار ماشي طبيعي وان هو مجرد التقرحات ان شاء الله بخير، وهل في حاجه يعني احمي بيها كعلاج، اديله بروبيوتيك، احمي ازاي او اعمل ايه يا دكتور؟ عايزه الوقايه، تعرفي ازاي توقي ابنك؟ تعبانه نفسيا قوي يعني. ماشي. عايز تسال حاجه يا دكتور قبل ما في حد نقفل؟ من اخواته يا استاذه علا، عندكم أيوة. تاريخ وراثي ولا حاجه حد من الاول؟ اخواته؟ ابدا هم قالوا لي وراثي، بس حضرتك ما عرفتوش الا يوم ما الدكتور شخصه بالعينه، عمل منظار وخد عينه والحمد لله لا ما فيش اورام ولا حاجه، لا هو قولون تقرحي. والله ما كنت اعرف اسمه الا يومها. ما اعرفش اي حاجه عنه ولا عندنا يعني. لا احنا هنوضح لحضرتك كل حاجه من عينينا. حاضر، من عينينا. حاضر يا استاذه علا. السلام عليكم. دكتور معلش نوضح الاول، هي قالت لك انا اول مره اسمع كلمه قولون تقرحي، خلينا برضو نوضح. تمام. هو ألسرتيف كولايتس اللي هو القولون التقرحي دي بتبقى التهابات متعدده في القولون بالكامل او اجزاء منه. التهابات وتقرحات، وهذه التقرحات ممكن تعمل قرحة عميقة، والقرحة العميقة ممكن تعمل جيوب، لأن القولون فيه طبقات، في طبقة عضلية وفي طبقة الغشاء المخاطي المبطن. نعم. إذا حدث تآكل وقرحة عميقة بيدخل على الطبقة الخارجية يعملها زي بالونة، يبقى دي بنقول عليها زوايا من زوايد قولونية، زوايد قولونية من الخارج أو تكيسات. هذه التكيسات بتجمع صديد وتزود الالتهابات. يبقى المفروض ان هو في علاج بيحكم المسألة تماما ويبقى كنترولد، وفي منظار سنوي لما بيلتقى حتة مشكوك فيها بياخد منها عينة، وإذا لقى انها ورم ممكن يستأصلها. عدم اتباع المتابعة الدورية الدقيقة والعلاج الصحيح في هذه الحالة ممكن تصل المضاعفات ان انا اعمل استئصال كامل للقولون. لذلك ننصح متابعة دورية بانتظام، الالتزام بالعلاج، وهو لازم المنظار ده، لازم المنظار سنوي. صح، سنوي يتعمل سنوي، وهو من حقه كحالة مرضية انه يحاول لكلية المناظرة في المكان القريب بتاعه. بالظبط، هو بيقدم ممكن. تمام. طب دكتور، بالنسبة لموضوع التقرحات حضرتك قلت ان هي ممكن تعمل زي جيوب، دي في حالة الإهمال ولا ايه بالظبط؟ في حالة الإهمال. يعني انا لو ما اتعالجتش، بس لو انا ماشيه مع الدكتور وبتعالج واخده بالي من اكلي واخده بالي من ادويتي مش هيحصل. نادرا ما يحدث. صح كده؟ نادرا ما يحدث. وفي ادويه فعاله في الوقت الحالي، ادويه فعاله، وفي حالات كتير كويسه، معظم الحالات يعني. طيب احنا معانا اول اتصال ذكوري بالصراحه، استاذ تامر من كفر الدوار البحيره. استاذ تامر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتور مع حضرتك يا فندم. انا عندي ورم يا دكتور في البنكرياس واخر القناه المراريه. حضرتك كام سنه؟ عندي 42 سنه. اتفضل يا فندم. وباخد كيماوي، فالكيماوي ما عملش معايا حاجه غير ان هو ضغط لي البنكرياس على المعده، عمل لي انسداد، ولسه طالع من الجامعه من 3 ايام. عمل ايه؟ انسداد في المعده. عمل لي انسداد في الاثنى عشر. تمام. فلسه طالع من الجامعه، ركبت دعامه هي غاليه شويه يعني، الحمد لله ركبتها. فانا تعبان مش عارف علاجي ايه، اتعالج تاني، اخد كيماوي تاني، ولا اروح فين؟ الدكتور اللي انا معاه مش عارف شخص حالتي صح او بيديني كيماوي غلط، لان انا فعلا متدمر ونازل. انت خاسس مش لك ملف في مستشفى الجامعه في المكان اللي سيادتك فيه؟ لا، انا بتعالج في عياده المستقبل. الجامعه كنت محجوز فيها على اساس ان انا كان عندي انسداد وكنت في الضياع وكان ناقص بوتاسيوم في جسمي. يلحقوا في الجامعه. والحمد لله يعني كنت رايح متشال. حظك ان انت في الجامعه في دكاتره كتير جدا اسكندريه، عياده المستقبل اسكندريه. اسكندريه عياده المستقبل.
نرد عليه. طب عايز تسال حاجه تاني يا استاذ؟ عايز اعرف بس عشان انا فعلا تعبان ومتدمر، عايز دكتور حلو، عايز اتعالج بعلاج، لان هو اما ضغط على المعده عندي انا بقالي اكتر من شهر وشويه لا باكل ولا بشرب ومتدمر نفسيا. سلامتك، الف الف سلامه. بس حاول ان انت نفسيتك يعني غصب استعين عني. بالله. انا اقسم بالله الوضع يعني انا مش قصدي حاجه والله، انا عشانك، لان دايما النفسيه هي اللي بتزود تمام انا فاهم حضرتك، بس انا بتلوى، يعني انا ممكن المغص كل 5 دقايق يجي لي. معلش باذن الله احنا داخلين على شهر كريم، استعن بالله كده وبالقران ونعم بالله، وادعي والله على ربنا الله كتير، وصدقني باذن الله هتكون بخير يعني. ان شاء الله نحن نامل في الله. دكتور يعني نرد عليه. هو الحقيقه كلمه حق يعني تقال ايادي المستقبل ليست داعيه للمكان، من الناس اللي هم مجموعه منتقاه، هم اللي نجدوه، مجموعه اونست، يعني ناس عندهم الامانه، عنصر الامانه عاليه بالزبط. والمهنيه عاليه جدا، وبيساعدوا مرضى كتير على نفقه الدوله بالزبط. يعني الحقيقه يمكن ده اللي خلى حضرتك ان انت تتكلم ان هم بيساهموا في علاج المرضى بالزبط. بالمجان، او يعني بيقفوا جنب المريض بالزبط. الموضوع بالزبط. مش فلوس. هو طبعا واضح ان هو الورم في راس البنكرياس. ما انا عندي البنكرياس الراس والجسم والديل او التيل. فهو واضح انها في راس البنكرياس، عشان كده قفل القنوات المراريه، لان قناه البنكرياس مع القناه الصفراويه الاثنين يتحدوا ويفتحوا في الاثنى عشر. فبما ان حصل صفرة يبقى دي في راس البنكرياس، والمنطقه دي بيبقى فيها اعصاب، عشان كده مؤلمه. هذا العصب بيسمع في الظهر. الورم لما يقرب منه او يضغط عليه بيسمع في الظهر، بيعمل زي الكهرباء. ايوه بيسمع في الظهر. فهو طبعا بياخد مسكنات، وعملوا له ستنت او دعامه علشان الصفرة. وبعدين انا برضه احب اطمنه ان في خط علاجي اول ما جابش نتيجه، يبقى في خط علاجي تاني، بيبقى في كذا محاولات ليه في خط علاجي اول، تاني، ممكن خط علاجي تالت، لحد ما يصل انه يقدر يستأصل البنكرياس. لكن هو يعني اللي اقدر اقوله انه في ايدي امينه. يعني معنى كلام الدكتور انت كنت في المكان الصح، حتى لو كنت بتتعالج في الاول غلط، بس يمكن ربنا رزقك بالمكان الصحيح اللي ممكن تتلقى فيه العلاج السليم. كمل معاهم، وحتى لو الخطة دي مش جايبة نتيجة روح وما تتكسفش، وقول انا تعبان، انا صح. مش مرتاح. هم مش هيتخلوا عنك، لان دايما العلاج ارجع تاني، ده حلك الوحيد. ارجع لهم تاني وقول لهم ان انت تعبان، ده اللي الدكتور بيحاول يوصله لك، صح كده يا دكتور؟ تمام. هو ممكن عندهم برضو امكانيات حقن عصب يزيل الالم تماما. يدخل بقى للدكتور اللي هو تخفيف الالام في في طب في عياده علاج الالم. عياده علاج الالم. يعني تمام. يروح، وهم في الاورام السرطانيه دايما العياده دي متخصصه بان هي بتخفف الام المرضى، لان في اورام كتير جدا يعني شفاكم الله وعافاكم بتبقى فعلا الامها صعبه، والواحد شاف يعني. دكتور انا بلاحظ دايما البنكرياس ده، يعني انا سبت النسا شويه ودخلت لك في البنكرياس سايلنت، من المناطق اللي هي سايلنت، او المناطق اللي بيبقى ساكن في الاول يعني. لا وبلاقيها كتير بصراحه. كتير ليه؟ لا هي موجود كتير. ليه؟ تلوث. يعني انا بسمعها تلوث البيئه اكتر ما بسمع ان في حد عنده برد بصراحه. تشخص كتير تلوث البيئه، تلوث البيئي، و يعني وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. احنا اللي يعني ده من التلوث اللي احنا فيه، ومن التلوث اللي احنا فيه. ايوه صح كده. المبيدات طب اكتشافه سهل ولا لازم الانسان هيكتشفه متاخر ولا؟ ما هو يمكن احنا اتكلمنا قلنا المفروض فيه سونار سنوي. لا بعيد يا سيدي، احنا ما بنعملش حاجات دي، يعني الواحد ما يكتشف، يعني الانسان ما يكتشفوش غير بكده بس، ما فيش اي اعراض. الاعراض لو المريض حظه لو محظوظ يبقى يجي في المقدمه، بحيث انه يقفل القناه الصفراويه بدري، فتلاقي وشك بقى مصفر بقى وعينيك صفرا كده. دي بتبقى بدري. يبقى ده حظه كويس. لكن في منطقه البودي او جسم او التيل في الديل بتبقى مرحله متاخره. طبعا دي ليها علاقه برضو بالعامل الوراثي يا دكتور ولا مش؟ لا الوراثه مش ملهاش. لا. يعني مش بالضروره عشان في حد عنده ان هو يبقى في العيله برضو. لا. طب علاجها الاستئصال بس يا دكتور ولا العلاج الشافي هو الاستئصال. حاجه اسمها ويبلز اوبريشن او عمليه ويبلز. دي احسن حاجه. طبعا ده العلاج الشافي. طب لما بيجي في البنكرياس ايه اكتر مكان بتعرفوا انه ممكن يوصل له ارساليات؟ البنكرياس الغشاء البريتوني ده على طول بتبصوا بقى منديل على طول جري، لان منديل
البنكرياس متغطي بجزء من منديل البطن. منديل البطن ممتد تحت لحد الحوض. فدي اقرب حاجه انها يوصل لها الورم، وممكن كمان الغشاء خلف الغشاء البيروتوني على جدار البطن. فانتوا لما بتكتشفوه بتبتدوا تبصوا بقى ده. والكبد عشان كل ده بيبقى منطقه واحده، فلازم لان في اوعيه دمويه مشتركه وفي اوعيه لمفاويه مشتركه. ليه سن معين؟ تطلع عليها الخلايا السرطانيه. ليه سن معين؟ هو طبعا بيبدا من الاربعينات فما فوق. ربنا يسترها علينا جميعا. دكتور يعني بجد الحديث مع حضرتك شيق، وانا يعني احنا كنا محضرين اسئله كتير لكن وقت البرنامج انتهى، لان ما كانش ينفع ان احنا نرفض اي اتصال بيجي لنا. بشكر ضيفي العزيز نورني النهارده دكتور ممدوح الشربيني، استاذ الاورام بالمعهد القومي للاورام. شكرا لحضرتك وبجد اسعدتني، وكل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا، وكل سنه وحضرتك طيبه والشعب المصري كله آمين طيب يا رب. والرئاسه، وربنا يا رب يشفي عبيده كلهم وربنا يبعد عننا كل مكروه. امين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين. مشاهدينا الكرام، يا رب النهارده حلقتنا تكون عجبتكم. بشكر كل فريق العمل، وحتى نلتقي حلقه جديده، لكم مني كل تحيه.